هدايا ال 5G من فودافون مصر. كل اللي عليك ان انت بتلعب لعبه وبتبتدي تكسب هدايا. الهدايا دي بتكون عباره عن وحدات او ميجا بايتس مجانيه بتبتدي تستخدمها على الخط الخاص بيك. فكل اللي علينا هنضغط على ابدا اللعبه بالشكل دوت، وهنا بقول لك دور على شخصيات ال 5G. هنا خلاص جاري التحميل والمفروض عندك كده عداد، وهنا المفروض بقول لك الله انا فودافون تو تيك بيكتشرز اند ريكورد فيديو. معنى الكلام ده ان ابلكيشن فودافون مصر بيطلب منك صلاحيه الوصول للصور عندك وكمان تسجيل الفيديوهات. هتقول لي يا محمد الشيء ده كويس ولا لا؟ هقول لك على حسب استخدامك انت. فخلينا نحدد من هنا وايل يوزنج ذا اب. التحميل انتهى عندنا بالشكل دوت، المفروض ان هو مدينا 1 دقيقه. بنبتدي كده نحرك الشاشه بالشكل دوت. المفروض هنا ان احنا لمحنا شخصيه ال 5G بالشكل دوت. جميل جدا. ادي الشخصيه الخاصه بينا، جميل خالص. هنا المفروض ادي الشخصيه. هنا طبعا الكاميرا عندك شغاله يا عزيزي، والمفروض انت بتفضل ثابت على الشخصيه دي اللي انت وصلت لها الخاصه بال 5G لحد ما التايمر اللي موجود عندك دوت بيبتدي ان هو ينتهي. زي ما حضرتك شايف، ركز معايا. هنا المفروض ان هي زيرو. خلاص هنا بقول لك الوقت خلص وما لحقتش تمسك الشخصيه في الوقت. المفروض هنا بقى عشان نمسك الشخصيه دي هنعمل ايه؟ ده اول سؤال معانا، والاهم من كده ازاي نحصل على الميجا بايتس دي من خلال الابلكيشن. والحاجه المهمه قبل ما نبدا، انا محمد ودي قناتكم مدرسه اشباح. ما تنساش تضغط اللايك المتين بتاعك للفيديو. لو حضرتك جديد معانا ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل الجرس وكل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا في سر الحكايه. اهلا بيك عزيزي الشبح في الجزء العملي. مبدئيا عزيزي كل اللي هحتاجه منك ابلكيشن انا فودافون، اخر اصدار موجود منه على متجر بلاي او بلاي ستور. بعد كده كل اللي عليك ان انت بتدخل على الابلكيشن اللي هو انا فودافون بالشكل دوت. طبعا ده الخط الخاص بيا، والاهم من كده عزيزي لازم فعليا لما تروح على الحساب الخاص بيك من هنا تلاقي فعليا ان الابلكيشن على اخر اصدار زي ما ظاهر قدامك كده بالظبط. خلينا نرجع بالشكل دوت يا عزيزي، وخليني اقول لك بقى حاجه تفصيليه بسيطه. لو انت مش على اخر اصدار ادخل على البلاي ستور واعمل ابديت لابلكيشن انا فودافون. بعد كده عندك هنا بانر مكتوب فيه فودافون 5G اوسع بالشكل دوت. جميل جدا. ويقول لك التغطيه بقت في مصر كلها، والعب واكسب ميجا بايتس على يوتيوب. معنى كده ان الوحدات اللي احنا هنبتدي ناخدها يا شباب المفروض يا عزيزي ان احنا هنستخدمها على يوتيوب بس. هل في طريقه ثانيه نقدر ان احنا نحول بيها الميجات دي ان احنا نستخدمها لكل المواقع؟ ايوه في، بس طبعا عشان بقى تتابع الجديد بتاعنا كله اي حاجه بتنزل لان احنا بننزل باستمرار على قناه التليجرام الخاصه بينا. قناه التليجرام دي لازم تنضم لها من وصف الفيديو. بعد ما بتدخل على الخط الخاص بيك بتضغط على فودافون اللي هو البانر اللي ظاهر لك دوت، وبتبتدي تنتظر لحظات. جميل جدا. هتقول لي جميل جدا الكلام ده. بعد كده عزيزي هنا المفروض العب واكسب. بعد كده هنا بقول لك اكسب ميجا بايتس. لما تلاقي شخصيات ال 5G هتكسب ميجا بايتس يوتيوب يوميا. بعد كده نبتدي نتخطى الكلام ده. بعد كده هنا بقول لك دور على كل شخصيات ال 5G وليك فرصه تكسب لحد سنه ميجا بايتس على يوتيوب ببلاش، والكلام دوت من خلال الابلكيشن الرسمي الخاص بشركه فودافون. بعد كده خلينا نضغط على كلمه تخطي من فوق من هنا. طبعا العروض دي يا شباب عاملاها شركه فودافون مصر لجميع الناس. احنا بنشرحها نبسط لك الحاجه عشان تفهم ازاي بتبتدي تستخدمها وازاي بتستفاد منها. وزي ما قلت لك اي حاجه هنبتدي ان احنا ننزلها هنبتدي ننشرها على قناه التليجرام الخاصه بينا، لان اليوتيوب الايام دي المفروض ان هو شنيع جدا. هتقول لي ازاي يا محمد؟ اقول لك اي حاجه مخالفه القناه بتتقفل تلقائي، وقناتنا دي لسه راجعه اصلا المفروض من اغلاق. والاهم من كده ان احنا واخدين انذار كمان بسبب اي محتوى خاص بالربح من الانترنت. عشان كده عزيزي تابع قناه التليجرام الخاصه بينا. بعد كده المفروض هنا العب واكسب. دور واكتشف شخصيات ال 5G من كل مناطق مصر. هنقول له ابدا اللعب بالشكل دوت، فيظل لك هنا دور على شخصيات ال 5G. امسك شخصيات ال 5G واستخدم الكاميرا ولف حواليك عشان تلاقي شخصيات ال 5G. هنقول له ابدا اللعبه بالشكل دوت. المفروض يطلب منك الصلاحيه هنا ان انت تخلي الابلكيشن يحصل على الصور ويسجل فيديوهات من خلال الجهاز الخاص بيك. هتقول لي جميل. اقول لك جميل جدا وعسل جدا. هتبتدي تنتظر لحظات لحد ما فعليا الابلكيشن يحمل معاك. وزي ما حضرتك شايف هنا التحميل اشتغل عندنا. المفروض ان احنا وصلنا لحد 30%، وبيبتدي يظهر لك تايمر زي ما ظهر قدامك كده، وانت المفروض بتبتدي تحرك الموبايل الخاص بيك. وبالشكل دوت المفروض ان احنا بنبتدي نجيب شخصيه ال 5G بالشكل دوت. بعد كده عزيزي بنبتدي ندوس عليها. اول ما هتدوس عليها بتبتدي ان هي تختفي من عندنا. وزي ما حضرتك شايف انت لقيت شخصيه ال 5G دايركت كده. الابلكيشن بيبتدي يتوقف لحظات. بعد كده بقول لك مبروك لقيت شخصيه ال 5G وكسبت 400 ميجا يوتيوب صالحه لمده 6 ساعات. هنا عشان حضرتك تبتدي تاخد الهديه بتبتدي تضغط على كلمه اكسب. وانا هنا عزيزي المفروض ان انا هستلم الهديه الخاصه بيا اللي هي 400 ميجا يوتيوب صالحين لمده 6 ساعات. كل عليها بس ان انا هضغط على كلمه اكسب بالشكل دوت. قال لك هديه جديده، مبروك كسبت هديه. هديتك في الطريق. هيوصلك رساله فيها تفاصيل الهديه. هتبتدي تقول له تمام بالشكل دوت. بعد كده المفروض هنا ليا محاولتين كمان ابتدي اكسب فيهم. بس خلينا نرجع بالشكل دوت على الابلكيشن بتاعنا. بعد كده كل علينا ان احنا بنعمل ريفرش للابلكيشن
الابلكيشن بالشكل ده. هبتدي انتظر لحظات يا عزيزي لحد ما الابلكيشن فعليا يبتدي يتعمل له لودنج او ريفرش عموما للصفحه اللي قدامنا دي. بعد كده كل اللي مطلوب منك بتضغط هنا على كلمه الانترنت، لازم يكون ظاهر فوق هنا انترنت. بعد كده بقول لك انت غير مشترك في باقه موبايل انترنت، هنقول له شراء باقه بالشكل دوت، وهنبتدي ننتظر لحد ما ندخل على اداره الموبايل انترنت الخاصه بينا، وهنبتدي ننزل لتحت بالشكل دوت. زي ما حضرتك شايف ميجا بايتس يوتيوب، متبقي 400 ميجا بايتس من 400 ميجا بايتس. طبعا دي صالحه لمده 6 ساعات يا شباب. هيجي هنا السؤال المهم، هل ينفع نزود الميجا بايتس الخاصه باليوتيوب دي ولا لا؟ كل اللي عليك ان انت هتبتدي ترجع مره ثانيه على الابلكيشن او على الصفحه الرئيسيه عموما. بعد كده هنبتدي ندخل على نفس البانر مره ثانيه عشان نعرف فعليا هينفع نزودها ولا لا. بعد كده اقول له ابدا اللعبه مره ثانيه، بعد كده اقول له ابدا اللعبه. المفروض ان العداد برضه هيبتدي يعد عندنا اللي هو جاري التحميل او الخط دوت لحد ما يكتمل ل 100%. بعد كده هنبتدي ندور على الشخصيه، وادي الشخصيه الخاصه بينا بالشكل دوت. المفروض هنبتدي ندوس عليها. اول ما هندوس عليها زي ما حضرتك شايف حصل ريفرش. هنا بقول لك مبروك لقيت شخصيه ال5G، زودت شخصيه جديده لمجموعتك. هنا هتقول له اماكن ال5G، وده معناه حاجه واحده بس يا عزيزي، ركز هنا ان ال5G موجود فين. فهنا هو موجود في اسيوط. هتقول لي جميل جدا، هقول لك جميل جدا وعسل جدا الكلام ده. طبعا المناطق دي كلها، وهنا موجود برضه في مرسى مطروح زي ما حضرتك شايف. اي مكان موجود فيه العلامه الخاصه بال5G دي فدي معناها ان الدنيا تمام ما فيهاش اي مشاكل بالشكل اللي هو ظاهر قدام حضرتك دوت. معنى كده ان احنا حتى لو لعبنا اللعبه مره ثانيه وعشان ندخل نزود الميجا بايتس الخاصه بينا دي مش هنقدر، بس ممكن نروح على الهدايا من هنا. وهنا بقول لك 100 ضعف الشحنه، مع كل شحنه ليك 100 ضعف الشحنه. هنا المفروض الهدايا اللي انا كسبتها اللي هو 400 ميجا بايتس الخاصين باليوتيوب، وصالحه للاستخدام على يوتيوب ويانك بلاي وواتشت، يعني شغاله معاك على الثلاث حاجات دي. والمفروض كده ان احنا هننزل لكم حاجه على قناه التليجرام الخاصه بينا، هنبتدي نشغلها لكل المواقع، وان شاء الله نحاول نكسبكم اكتر من 400 ميجا. خليك على استعداد يا عزيزي، وخليك متابع قناه التليجرام الخاصه بينا بعد نزول الفيديو دوت. بعد كده لو رحنا على مجموعتك من المكان دوت، هنا بقول لك جمعت شخصيات ال5G. المفروض هنا ان انا جمعت شخصيتين من ال 30 شخصيه. المفروض ان انا كسبت بتاع الساحل، والمفروض ان انا كسبت بتاع اسيوط زي ما ظاهر قدامك. خلينا بقى نكسب بتاع البحيره بالمره عشان نبقى قفلنا اللعبه بتاعتنا. بعد كده خلينا نروح على الرئيسيه بالشكل دوت، وهنا من خلالها تقدر ان انت تعمل كمان محاوله وتزود الشخصيات اللي انت جمعتها. فده يا عزيزي كان كل اللي معانا النهارده الخاص بشخصيات ال5G او العرض الجديد اللي عاملاه شركه فودافون. فلو حضرتك استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو حضرتك جديد معانا ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.